level 7. اول حاجه في level 7 هي gerund. gerund اسماء بتتكون بان احنا نحط في اخرها ing، في اخر الفيرب مثلا ing، اسمهم النطق بتاعها gerund. طيب الجيرند ده باختصار بيبقى في 4 حالات. نمرة 1 يا إما بعد prepositions after certain prepositions، حروف جر. نمرة 2 after certain expressions، بعد بعض الاصطلاحات. نمرة 3 بيستخدم بيجي كسبجكت، كمبتدأ أو في بداية الجملة. نمرة 4 كobject of a sentence طبعا. ففي نمرة 1 بنقول after certain prepositions، وعلى سبيل المثال بناخد أول مثل بنقول تحت number 1، تاني سطر بعد number 1 بنقول he is interested in learning. طبعا number 1 اللي هي prepositions ممكن نضيفها number 2 اللي هي expressions. فممكن نقول إن بعد in ساعات بيجي gerund، وممكن نقول إن بعد interested in كاصطلاح كامل بيجي gerund. He is interested in learning English. واللي بعدها نفس الحكاية I am accustomed to getting up early. ممكن نقول ان بعد to ساعات بيجي ال getting ال ing gerund، وممكن نقول بعد accustomed to بيجي ال gerund، وهكذا الجمل الباقية. في number 2 بنقول after certain expressions، وال expressions دول اهم بين قوسين go on، carry on، keep on، be used to، got used to، no use، words، give up، would you mind. فهنا المثال بنقول he kept on interrupting us، فضل عمال بيقلقنا أو بيقطعنا. يبقى هنا بعد الاصطلاح المتكامل kept on حطينا gerund. وبرضو I am used to getting up early، بعد I am used to حطينا getting، وبعد I got used to getting up early. ففي I am used to وفي I got used to. فبنقول لاحظ ان I am used to اكتر في التعود من got used to، اي ان في بداية التعود بنستخدم got، ثم بعد التعود تماما بنستخدم am او verb be بصفة عامة. am استخدمناها عشان I، لكن لو هي هتبقى is، ولو you are، وهكذا. طيب بنقول this car is nice it is worth buying. الاصطلاح worth بنستخدم بعده gerund، وهكذا نقرأ بقية الجمل. number 3 الgerund بيستخدم كسبجكت في أول الجملة، فبنقول learning English is very important. دراسة الإنجليزي very important. ونفس الحكاية في الجمل التانية. ونلاحظ ان الجملة التالتة فيها swimming و walking، فيها 2 gerund، وده عادي ما فيهاش مشاكل. يعني ممكن نستخدم gerund واحدة او 2 gerund، وده في اي حالة من الحالات الاربعة. رابع حالة ان الgerund بيجي كobject، يعني comes after the following verbs، بيجي بعد الفيربات الافعال التالية اللي هم بين قوسين دول، اللي هم enjoy، like، dislike، love، hate، begin، stop، finish، avoid، appreciate، mind، consider، discuss، delay، go، hear، imagine، keep، give up، prevent. ومثلا أول جملة بنقول I'll go، I'll اختصار I shall زي ما قلنا، I'll go when I have finished doing my work، لأن بين القوسين كان في كلمة finish. وهكذا نقرأ بقية الجمل. والهوم ورك إن احنا بنترجم إلى الإنجليزية. هم مهتمين بدراسة الإنجليزية، هم طبعا they. مهتمين ممكن نقول interested in دراسة learning English. interested in قلنا بيجي بعدها gerund، ودراسة يعني learn، فمهتمين بدراسة interested in learning English. وهكذا أسيبك تتمرن على الجملتين الباقيين. بنقول الجزء القادم قد يكون صعب، إذا أردت تأجيله مفيش مشاكل، مش هيفرق قوي، يكون أفضل، ولكنه يتعلق بنفس الموضوع اللي هو بتاع الجيرند ده، لذلك كتبناه هنا. وهنا يفضل توضيح الفرق بين استخدام أو استعمال الجيرند وبين استعمال الانفينيتيف. قلنا انفينيتيف اللي هو أصل أو مصدر الفعل. فيوجد بعض الأفعال التي يمكن أن نضع بعدها جيرند أو to plus infinitive بدون تغيير معنى الجملة. لو غيرنا ده مكان ده المعنى مش هيتغير.
لكن يوجد افعال تانية لو حطينا gerund مكان to plus infinitive او العكس المعنى هيتغير. والجزء الاولاني هو بنقول ما يلي هو الافعال هم الافعال اللي ممكن نضع بعدها اي من الاثنين بدون تغيير في المعنى، اي من الاثنين اللي هو سواء gerund او ال to plus infinitive. الصفحة التالية الافعال دي هي like و hate و start و begin و prefer. فلما نقول she likes walking هي نفسها she likes to walk، هنا حطينا to plus الانفينيتيف بتاع verb walk اللي هو walk، حطينا to walk، و walking هو gerund. نفس الجملة غيرنا ده مكان ده ادت نفس المعنى، ما حصلش اي فرق. الجملة اللي بعدها نفس الحكاية، شلنا raining وحطينا to rain في نفس الجملة، فضل المعنى نفسه هو ما اتغيرش. لكن في افعال بقى تانية اللي هم stop و try، لما نشيل الجيرند ونحط to plus infinitive او العكس المعنى بيتغير. اللي هم الفعلين دول الافعال دي هم stop و try. فلما اقول he stopped playing يختلف المعنى عن he stopped to play. ولما اقول try swimming يختلف المعنى عن try to swim. فبنقول حيث الجملة الأولى بإضافة ال ing اللي هو الجيرند يعني يكون المقصود بها نوع من التجربة أو الاختبار. try swimming نوع من التجربة أو الاختبار أو التغيير، مثل I have had a headache for 2 hours now. أنا عندي صداع أديله ساعتين دلوقتي. I tried taking an aspirin. أنا جربته، نوع من التجربة أو الاختبار، جربت آخد أسبرينة but it didn't help، ما جابتش نتيجة. لكن التانية بقى اللي هي to plus infinitive بيكون مقصود بها يا مرة واحدة يا في أي وقت أو بصفة عامة. try to be quiet when you come home late. الليلة دي لما تيجي متأخر جرب تبقى هادي. try to be quiet. اوكي، وما ينفعش نقول try quieting. try to be quiet. وكما عملنا أسماء في الجيرند بإضافة ing في الآخر، هكذا أيضا يمكن عمل أسماء بالإضافات التالية في نهاية الكلمات. الجزء ده كنا خدناه في السفكسز في صفحة غالبا 11. يعني بنضيف جزء في الفيرب أو في الادجكتيف في الآخر، فبيحول لي الفيرب أو الادجكتيف لناون. هنا الجيرند حولنا الفيرب لناون بإضافة ing في الآخر، يعني ing دي تعتبر suffix برضه. لكن هنا بقى بناخد suffixes تانية، وزي ما بنقول اهو see page 11. فبنقول بعض هذه السفكسز هم الشرطة دي يعني الكلمة الأصلية، لما اضيف لها ناس تبقى تدي ناون. الكايند لما احطها مطرح الشرطة واضيف لها ناس تبقى kindness بمعنى طيبة، وهكذا. بص الأجزاء الكلمات دي أو الحاجات دي موجودة في صفحة 11 وقلناها في level 2، شرحناها مع level 2. طيب الهومورك write the noun form، شكل الناون بتاع each of the following words. الكلمة make يصنع، ايه الناون بتاعها؟ اهو موجودة قدامنا maker. والحاجات التانية برضو ممكن تعرفها inform و build و do. حاول تجربها او حاول تطلعها من قاموس انجليزي، لكن برضو هقولها لك علشان ربما تكون مش عارفها. inform الناون بتاعها information، build builder او building، builder اللي بيبني و building المبنى، الاتنين بيعتبروا ناون. ودو الناون بتاعها doer بنضيف لها er. اوكي، وميك maker طبعا قدامنا. translate into Arabic I don't feel like doing it. انا يعني مش مستريح لعملها ان انا اعملها. they hate playing football، هم بيكرهوا لعب الكورة. ترجم الى الانجليزية انا متعود استيقظ مبكرا. I am used to getting up early. هذه الشقة تستحق الشراء. This apartment is worth buying. buy يشتري والجرند بتاعها buying. طيب
عشان استخدام القواميس برضو هنا هناخد الحروف الأبجدية العربية اللي هم الأرابيك ألفابت، طبعا معروفين ألف ب لغاية ي. وبنقول عندما نحتاج معرفة كلمة عربي بالإنجليزي بنضطر نستخدم طبعا القاموس العربي إنجليزي، نرجع الكلمة لأصلها ثم نبحث عنها في القاموس. فمثال كلمة يشتغل نجدها هي وكل مشتقاتها في شغل، يعني هنشوف أول حاجة في الشين وبعدين شين غين وبعدين شين غين لام، هنلاقيها هي وكل مشتقاتها في شغل. وبرضو كلمة يلعبون هنجدها هي وكل مشتقاتها في لعبة، نشوف في باب اللام وبعدين لام ألف لام ب لام ت وهكذا لغاية لام عين وبعدين لام عين ب وهكذا. طبعا هنلاقي في الآخر إن يشتغل he works ويلعبون they play. طيب homework ترجم إلى الإنجليزية، وفي الترجمة الإنجليزية كتير ممكن نستخدم القاموس العربي الإنجليزي، عشان كده كتبنا الحروف الأبجدي العربي دلوقتي وعرفنا إزاي نستخدم القاموس العربي الإنجليزي. الطلبة يصغون يستمعون للمدرس. الطلبة the students يستمعون listen to the teacher. المشي مفيد للجسم، قلنا المشي هنا هنستخدم gerund فهتبقى walking. ونكمل بقى مفيد للجسم، مثلا نقول is useful for the body. نقلب الصفحة بنقول things to know أشياء تعرفها، ودي الحاجات الحقيقة مش ذات أهمية قوي، هي ممكن للي عايز يتخصص شوية في حاجات جرامر ممكن يبقى يقراهم لوحده. يمكن الجزء الأكثر استخداما هم الجزئين التحتانيين في الصفحة. بنقول كلمات الوصل joining words، طبعا كلها معروفة وبقراهم وفي 4 أمثلة عليهم. وفي الجزء الأخير other expressions followed by a gerund، اصطلاحات تانية بقى ما خدناهاش في الباب بتاع الجيرند، دي اصطلاحات ثابتة بيجي بعدها gerund زي responsible for قلنا doing وهكذا. دول اقراهم. طبعا احنا الكتاب ده كله زي ما قلنا احنا بنفتح الذهن، لكن ممكن اي باب من دول نلاقي فيه تفاصيل كتيرة قوي واستثناءات وحاجات كتيرة زي كده، فاحنا بناخد القواعد الاساسية خالص اللي هتفيد كل انسان في حياته مهما كان مجال عمله او سنه او مستواه. والهومورك اهو بنقول put each of the following words in a sentence، هتحط كل كلمة من دول في جملة. ونمبر 2 write a sentence with the gerund as a subject، هتكتب جملة فيها gerund كسبجكت، ودي كانت نمرة 3 في الصفحة بتاعت الجيرندز. دلوقتي هناخد زي مقدمة عن الادفيربز والادجكتيفز. adverbs اللي هم الظروف والادجكتيفز اللي هم الصفات، لان الباب اللي جاي هيبقى بالتفصيل عنهم. واهم حاجة ان الادفيربز هي بتتعامل مع verbs وغالبا بيبقى اخرها ly، والادجكتيفز بتوصف اسماء، يعني الادفيربز بتتعامل مع افعال بتوصف افعال او بتتعلق بافعال، والادجكتيفز الصفات بتصف اسماء. ده اهم نقطة عنهم. لكن ممكن نبتدي نقرا الادفيربز. نقول باختصار عن الظروف انها هي التي تدل على كيفية حدوث الفعل او مكانه او زمانه اللي هو الوقت بتاعه. بالانجليزي adverbs are related to verbs. They tell how, where and when the verbs are done. نمرة 1 how زي fast quickly وممكن slowly. فبنقول example he runs fast، هو بيجري ازاي؟ بيجري بسرعة. ده how بيشرح الفيرب حصل ازاي. الفيرب هنا run بيجري، الفعل بيجري، وفاست ده adverb، ففاست الادفيرب الظرف ده بيحكي ازاي الفعل حصل، الجري كان بسرعة.
وبرضو الجملة اللي جنبها he did it very quickly، هو عملها بسرعة قوي. عملها ازاي؟ بسرعة قوي very quickly. يبقى quickly ده adverb بيوصف الverb حصل ازاي. نفس الحكاية في number 2 و 3 اللي هم when و where، نقدر نقراهم مش ذات أهمية قوي. آخر سطرين في adverbs بنقول دي نقطة مهمة، معظم الظروف في الإنجليزي بتنتهي ب ly زي he ran slowly، زي قلنا quickly في how، slowly ده أغلب الظروف في الإنجليزي بتنتهي بيه بال ly دي. ولكن بنقول لكن يوجد صفات أيضا اللي هي adjectives برضو بتنتهي ب ly زي a friendly person، شخص حبوب ودود ممكن تصاحبه، يبقى بصف الشخص بانه friendly. لكن بصراحة الصفات اللي بتنتهي ب ly قليلة، لكن الظروف اللي بتنتهي ب ly هي الكتيرة. اكتر الظروف الادفيربس في الانجليزي بتنتهي ب ly. الادجكتيفز زي ما قلنا هي حاجة بتوصف. نقرأ بنقول اهمها والمعروفة دائما هي descriptive. describe يوصف، descriptive اللي هي بتوصف، أي الصفات أو النعوت التي تصف أسماء وهي لا تتأثر بعدد أو نوع الموصوف، مثل red و young. فبقول مثلا red pen قلم أحمر، أنا بوصف القلم إنه أحمر. a young boy ولد صغير، بوصف الولد إنه صغير. وبنقول لاحظ إن الصفات الادجكتيفز تصف أسماء، أما الظروف بتتعامل الادفيربز يعني بتصف أفعال، فدي مع الأسماء ودي مع الأفعال. الهومورك write 6 adverbs that say how a verb is done. احنا already قلنا 3 منهم. write 6 descriptive adjectives، ادي 2 منهم red و young. اعتقد دي حاجات سهلة جدا ممكن تجاوبها بنفسك. اكمل الجمل الآتية. الادفيربs يصفوا قلنا أفعال، اما الادجectives يصفوا طبعا معروفة بقى. type conversations محادثات. making suggestions بدي أو بقول اقتراحات، واحد بيقترح حاجة على التانيين أو شوية بيقترحوا على شوية تانيين. shall we go swimming؟ إيه رأيكم نروح نعوم؟ ممكن برضو تتقال بطريقة تانية، هي let us go swimming، ما تيجوا نروح نعوم. وممكن بطريقة ثالثة why don't we eat dinner there؟ طبعا لو هنطبقها على الجملة السابقة بنقول why don't we go swimming، لكن هنا بنحاول نغير الجمل شوية فبنقول why don't we eat dinner there؟ ليه ما ناكلش العشاء هناك؟ وممكن بطريقة رابعة بقترح بقول how about doing this؟ ايه رأيكم في ان احنا نعمل الموضوع الفلاني؟ الإجابة بتكون yes sure، طبعا بالتأكيد. لو الطرف الثاني موافق بيقول yes sure، أكيدا. أو ممكن يقول that is a good idea، دي فكرة حلوة. أو it sounds great، دي حاجة يعني sounds كلمة مستخدمة كتير في الإنجليزي، يعني اللي أنت بتقوله ده حاجة عظيمة. sound جاي من صوت وده النون، والsound الفيرب يعني حاجة دخلت في ودني سمعتها كأنها حاجة عظيمة. it sounds great، هي ماشية كده بتتقال كده يعني it sounds great. وممكن يرد تاني برضو يقول اوكي. طيب حاجة تانية بيقول، واحد بيقول there is a football game at the stadium أو football match at the stadium tomorrow. في ماتش كورة في الاستاد بكرة. do you want to go؟ هل تحب تروح؟ أو ممكن يقول له بالذوق شوية would you like to go؟ أو how about going؟ فالتاني بيرد بيقول yes sure أو yes sure I'd like to أو yes I'd like to، يعني I would like to. هنا الأبوستروف دي مش had، لا دي would. احنا قلنا الاختصار I apostrophe دي ممكن، أو الأبوستروف دي بصفة عامة ممكن تكون اختصار had وممكن تكون اختصار would. yes sure I would like to أو yes I'd like to، أو ممكن أقول maybe يمكن، وممكن أرد برضه أقول I don't know أنا لسه مش عارف. لكن بيكمل بقى وبيقول what time is it؟ هو الماتش ده الساعة كام؟ فالأولاني بيرد عليه بيقول له at 7:30.
احنا استخدمنا هنا at لان لو تفتكروا البريبوزيشن at هو اللي بيجي مع الوقت. at 7:30 يعني 7:30. ممكن تراجعوا التايم وتراجعوا البريبوزيشنز مع التايم. فهنا بيقول له اوكي see you there. اوكي هشوفك هناك. طيب هنا بقى asking for permission. واحد بياخد إذن، بيطلب إذن أو السماح بعمل شيء معين. الجدول متقسم 3: asking for permission، واللي في النص giving the permission، واللي على اليمين refusing the permission. واحد بيسأل may I كذا، may I drink some water، وممكن يسألها can I drink some water، وممكن لو بالذوق شوية بيقول could I drink some water. هنا could مش للباست، could الباست بتاع can، لكن ساعات بيستخدم كنوع من البولايتنس، من الذوق أو الأدب. فالسؤال ممكن أسأله بثلاث أسئلة، 3 أساليب، يا may I يا can I يا could I، وبكمله بدrink some water. الإجابة giving the permission لو هيوافق على ويسمح له بيقول yes sure أو yes certainly أو certainly أو بس أو sure بس أو of course بس أو yes of course أو yes here you are. بيقول له بقى وتفضل كمان yes here you are، اتفضل اهي. وممكن يقول له help yourself أو yes help yourself، يعني أيوة ساعد نفسك، يعني اتفضل بس اعملها انت يعني. دي نوع برضو من الذوق. لو هيرفض بقى refusing the permission بيقول له I'm sorry أو no I'm sorry أو sorry I need it myself. لما يكون معاه شوية مية أو إزازة صغيرة ليه هو، فبيقول له I need it myself، أنا محتاجها. طيب ممكن أسأل السؤال بطريقة تانية، do you mind، أو يعني نوع سؤال تاني في طلب أو السماح لشيء. do you mind if I borrow your book؟ هل تمانع أو عندك مانع إن أنا استلف كتابك؟ هنا بقى خلوا بالكم لما هيجاوب السؤال بالموافقة هيجاوب بنو، لأن هنا هل عندك اعتراض؟ فنفي النفي يعني هناك كان السماح بيس والرفض بنو أو بسوري، هنا العكس. فهنا بنقول do you mind if I borrow your book؟ لو هيوافق هيقول له no of course I don't mind، لا طبعا أنا ما عنديش مانع اتفضل. هنا لا، لأن أنا ما عنديش مانع. no of course I don't mind أو no problem أو no of course no problem، أي حاجة من دول تمشي. لكن لو هيرفض البرميشن هيقول له yes I do mind أو yes I am using it right now، أيوة أنا بستخدمه دلوقتي، أو yes I need it، أيوة أنا محتاج الكتاب. أوكي. الصفحة اللي بعدها giving thanks، واحد بيقدم شكر. thank you لو تفتكروا قلناها قبل كده ان دي اللي فيها الاحترام، دي الفورمال اللي رسمي. thank you. thanks بتبقى يعني فيها مودة اكتر او واحد واخد على واحد. thanks a lot واحد واخد على واحد بس بيشكره بشدة لان اللي عمله له كان حاجة عظيمة يعني. thank you thanks a lot. او ممكن كمان معاهم بنضيف I appreciate your help، سواء معاهم أو لوحدها. I appreciate your help، أنا مقدر المساعدة بتاعتك كانت عظيمة. فبيرد التاني عليه بيقول له you are welcome، زي لا شكر على واجب مثلا، أو مرحبا بيك في أي وقت، أو you are very welcome anytime، مرحبا بيك في أي وقت، و my pleasure لسعادتي إن أنا أعمل لك أي حاجة. طيب to agree or to disagree، يا أوافق يا ما وافقش. واحد بيقول للتاني do you agree with me، توافق معايا؟ أو ممكن يسألها بأسلوب تاني بيقول له what do you think، إيه رأيك؟ is that right، هو الكلام ده صح أو الموضوع ده صح؟ فبيرد بيقول له yes I agree with you، أيوة أنا موافق معاك، أو yes I agree with all what you have just said، أو أنا موافق على كل اللي قلته except ما عدا نقط. وممكن برضو يجاوب يقول yes that's right، أيوة ده صح، وممكن يقول exactly بالظبط، وممكن يقول you are absolutely right، انت صح جدا. او لو هيرفض بقى هيقول sorry I don't agree، انا اسف لا مش موافقك، I disagree with you، انا مش موافق معاك، I don't think so، انا لا اعتقد هذا،
that is not right ده مش صح because كذا كذا لأن الصح هو كذا كذا. طيب to ask for help واحد يطلب مساعدة. could you help me قلنا could الباست بتاع كان لكن بتستخدم ساعات في الذوق، فواحد بيطلب حاجة من التاني طبيعي هيقولها له هيطلب بذوق. could you help me أو ممكن يقول له may you do me a favor لو سمحت ممكن تعمل لي معروف، فالتاني هيجاوب هيقول له مثلا yes sure of course أو no أي حاجة. آخر جزء بيقول would you mind doing this for me هل تمانع هل عندك اعتراض انك تعمل لي الموضوع الفلاني، هيقول له برضو لو موافق هيجاوب بنو زي would you mind هي نفسها do you mind بس دي ذوق اكتر. would you mind doing this for me no I don't mind لا طبعا ما مانعش هعملها لك. او لو هيرفض هيقول له yes I am sorry I can't انا اسف مش هقدر. وطبعا الهوم ورك الطبيعي اللي دايما بنقوله بعد الكونفرسيشن انك تعمل البراكتس الكونفرسيشن ده مع واحد صاحبك او مع اكتر من واحد، وبكده نبقى خلصنا ليفل 7.